النجاح في لعبة القوة والسرعة وكمان الفخامة في عالم العربيات، المنافسة فيها محتاجة من الآخر كده شركة تقيلة جدا، شركة زي مرسيدس مثلا. شعار النجمة هتلاقي تحت الكبوت وراه محركات بنزين رهيبة من زمان، ونسخ كهرباء بالكامل حاليا حاجة في قمة السرعة، والحلقة الأخيرة بتكون الهايبريد مع أنظمة نسخ الفورمولا. فتعال نرتب أقوى 7 موديلات مرسيدس عرفت تنتجهم للشوارع. هنرتبهم بالهورس باور من الأضعف أو الأقل للدقة، مفيش عربيات هتتقال في الفيديو ده ضعيفة نهائي، والأرقام كلها من الموقع الرسمي بتاعهم. وهنستبعد النسخ المعدلة زي البرابوس ومنصوري والمحركات المتزودة لآخر نفس دي. ال7 هيكونوا من الستوك النشيط جدا، وأكيد هيكون في دخول قوي جدا للكهرباء اللي أرقام العزم والقوة ممكن توصل لأرقام خرافية. وهيكون في موديل ضيف شرف اخترت محطوش في القائمة دي، ولكن هنجيب سيرته في نهاية الفيديو. فقبل ما نكمل، لو مش مشترك دوس سبسكرايب وخليك معانا في الفيديوهات الجاية. فتحة كلام كده بنتكلم بال640 حصان. المركز الأخير ورقم 7 اللي هنبدأ كلامنا بيها هي ال SLR ماكلارين. مش عارف ازاي بقولك ان دي أقل موديل في القائمة معانا، بس اهو اللي حصل بقى. بتكون مرسيدس بتصميم هجومي لأقصى درجة، قول عليها بقى سمكة قرش، طيارة ب4 عجلات، أو حتى عربية باتمان. كل الكلام الجامد اللي هيجي في راسك من رؤيتك للتصميم الخارجي هيكون في مكانه وصح جدا، وده لأن المصمم اللي اشتغل على المرسيدس دي بيكون الإنجليزي جوردن موري، المصمم الإنجليزي المشهور الخاص بفريق سباقات ماكلارين زمان. ودي بتكون تاني نسخة يصممها تكون مستوحاة من عالم السباقات بس مخصصة للشوارع. الأولى اللي نفذ تصميمها كانت طبعا الماكلارين F1 أيقونة الجراشات الفارهة. فموديل ال SLR كان مستوحى من نسخة سباقات قديمة مميزة جدا عند مرسيدس، خدوا الاسم والملامح منها. الاسم بيكون SLR اختصار سبورت لايت ريسينج، رياضية خفيفة سريعة، وتعاون إنجليزي ألماني قوي جدا. فيها أفكار وتطوير ورؤية لوحش من مرسيدس اتجمع في مصانع ماكلارين في انجلترا. طبعا الكربون فايبر هنا بكيلو، وده باين جدا في الكبوت العملاق اللي ممكن ترفعه بصباع واحد بمساعدة الهيدروليكس. طبعا أبواب فراشة بتصميم كوبيه طويل جدا خلت المرسيدس دي تكون حاجة ملهاش مثيل لحد النهاردة من ناحية التصميم. ولكن من ناحية الأداء الجديد أكيد هيكون في أقوى منها بكتير كمان. SLR خدت 5 سنين بتنزل في الإنتاج، بدأت من 2003، يعني الموديل ده عدى عليه 20 سنة ولسه مبهر في كل تفاصيله. وانا حقيقي نفسي اشوف الموديل ده على الحقيقة. المهم بس علشان ما نسرحش، كل الاسلارات اللي اتعملت حوالي 2100 نسخة، منهم كمان عدد محدود اكتر كان اسمه SLR 722، نسخة متسمية على وقت انطلاقة السواق الانجليزي اللي يعتبر اسطورة في انجلترا اللي هو ستيرلينج موس، وقت انطلاقه في سباق مايل ميجليا سنة 55. وقت الانطلاقة ده اللي كان الساعة 7:22 دقيقة، وساعتها كسب السباق بالنسخة القديمة اللي اتكلمنا ان الجديدة مستوحاة منها افكار كتير. المهم ان الاسم صحيح فيه قصة، لكن كمان المحرك هنا بيكون اقوى ب20 حصان عن نسخ ال SLR العادية. ده يعني لو ينفع نقول عن الوحوش دي نسخ عادية. المحرك كان 8 سلندر، سعته 5400 سي سي، متزود بسوبر تشارجر عملاق قوته وصلت ل640 حصان على العجل. فالنسخة دي اتعمل منها 150 واحدة بس، وحاليا سعرها $500,000، وبكده تكون اغلى موديل حتى لو من 20 سنة، اغلى من كتير من العربيات اللي هنتكلم عنها في الفيديو ده. وطبعا مش هتكون اغلى من مرسيدس اللي هتكون في المركز الاول. نقل حاجة ازيد شوية مع موديل من السلسلة السوداء، موديل SL65 بلاك سيريز، وحقيقي كانت حكاية من الزمن الماضي. مرسيدس أصدرتها في 2008، قنبلة مش عربية أبدا النسخة دي. محركها حاجة نووي كده، V12 6500 سي سي، عليهم التوين تيربو بقوة 660 حصان. فبنتكلم عن موديل ألماني كوبيه معضل، وكانت سريعة جدا جدا، سرعتها القصوى وصلت ل 320 كيلو في الساعة. واللي بيعجبني جدا فيها هو الشكل الخارجي اللي بيكون رهيب جدا، وده بسبب حاجتين. أولا تصميم الفانوس الأمامي اللي مدي ملامح قوية جدا، شكله بسيط وهجومي ما بقاش فيه حاجة منه دلوقتي أبدا. وتاني حاجة طبعا بتكون الفندر فليرز أو الرفارف المنفوخة ورا قدام دي. الفكرة إنها قوية وسريعة، وده هيتطلب مقاسات كاوتشات أكبر وأعرض من العادي. فالحل كان بزيادة عرض جسم العربية علشان النتيجة تكون نسخة عضلات ألماني للاستخدام اليومي، ولكن دايما في أسرع وأقوى وكمان أحلى.
عالم السباقات الموديل اللي بينجح فيه ويطلع يتباع للشارع تأكد انه هيكون مميز جدا، ما بالك بقى بنسخة خارقة من فريق سباقات مرسيدس هتكتسح وهتكسب سباقات كتير وتنزل بتسجيل دخول وحش حرفيا بس متنكر بملامح وفوانيس وشبك مرسيدس الأيقوني. بنتكلم عن موديل السي ال كي جي تي ار سوبر سبورت، وهو كل إنتاج السي ال كي جي تي ار كان 28 عربية، فنسخة يونيكورن مش هتشوفها إلا لو روحت لحد عندها تدور عليها مخصوص. ومعظم الإنتاج كان بمجموعة من 20 نسخة اتباعوا سنة 99 بعد الدوشة بتاعت الإنجازات اللي حققتها العربية دي في سباقات كتير، والكلام ده من بعد الدخول في السباق الجي تي 1 في أول موسم ليه. قصة صناعة المرسيدس دي كانت تحدي رهيب من الوقت والتطوير، وهنا المشاركة المشرفة مرسيدس ملهاش في الكلام ده، بيحبوا دايما مشاركة مدمرة، شغل ذا بيست اور ناسنج بتاعهم. المهم إن آخر عربيتين اتباعوا للناس العادية سموهم سوبر سبورت، هم عربيتين بالعدد مكشوفين، كانوا أعلى مستوى مرسيدس وصلت ليه في سعة المحرك. المجموعة الأولى الأساسية كانت بسعة 6900 سي سي، ولكن آخر موديلين كان محشور فيهم 12 سلندر أبو 7300 سي سي، حاجة جنان الصراحة. وده بيكون نفس المحرك بعدين اللي شركة باجاني هتختاره لموديلاتها الهايبر. فسعر نسخة السوبر سبورت كان $1.5 مليون للعربية الواحدة، الكلام ده في وقتها في 2002. فعايزك تتخيل بقى ممكن السعر يوصل لكام بعد مرور 20 سنة على إنتاج الشيء ده. كانت أغلى عربية تقدر تشتريها في العالم بشكل إنتاجي قبل دخول شلة بوجاتي وكونيكسيك ساعتها. خلينا بقى نشوف حاجة من مستوى بونكرز، 10 أحصنة أزيد في القوة ب 720 حصان المرة دي، اللي بتكون أقوى مرسيدس من مجموعة البلاك سيريز برضو، بس دي بتكون أعلى حاجة في تاريخ النسخ الحصرية دي. بنتكلم عن موديل ال AMG GT Black Series، أعتقد غنية عن التعريف شوية صراحة لو أنت متابع العالم العربيات، كل القنوات اتكلمت عنها وقت نزولها، وكان موديل مهيب لكل اللي شافه في الحقيقة. دي بتكون النسخة الخارقة من موديل المرسيدس جي تي اللي بيخرج من قسم السباقات قسم ال AMG. تصميمها العادي أقرب للفخامة وفيه هوية مرسيدس فعلا، حاجة جراند تورر بشكل رياضي انسيابي جدا. ومع الوقت بدأنا نشوف جرعة التوحش تزيد مع الموديل ده، تقريبا داخلين على السنة العاشرة مع الموديل ده. فشوفنا موديلات الجي تي اس والجي تي سي والجي تي ار والجي تي ار برو، وبعد توقف استخدام شعار البلاك سيريز لمدة 5 سنين من الانتاج، مرسيدس قررت ترجع بنسخة حلبات خارقة تكون آخر حاجة ممكن تتقدم من موديل الجي تي. اتصممت بهدف واحد وهو سحق كل المنافسين على الحلبات، وتحديدا حلبة نوربرج في ألمانيا، ونزلت بنفس المحرك بتاع الجي تي ال V8 ال 4000 سي سي باي تيربو، المحرك الذهبي لشركة مرسيدس اللي بمنظومة قوية جدا كسبتهم أرقام كبيرة جدا. لكن هنا بتعديلات كتير عن العادي سواء في الميكانيكا أو في تصميم الموديل نفسه، وطبعا في نظام التعليق كمان. التعديلات اللي خلت القرش ده يوصل ل 720 حصان، ويحقق كمان لقب أسرع عربية على حلبة نوربرج في 2020. إنتاجها بيكون محدود ب 1700 نسخة بس، ولكن ده يعتبر عالي جدا بالنسبة لموديلات البلاك سيريس التانية اللي عددهم كان بالميات بس، ولكن ده ما منعش إن سعرها يكون فلكي بالنسبة لموديل من مرسيدس ب 350 ألف دولار. Listen, go! في المركز الثالث بتكون واحدة من أقوى نسخ الكهرباء في أوروبا كلها بموديل ال EQS، بس مش في أي فئة، هنا بقى سقف قدرات مرسيدس الكهرباء، موديل اسمه EQS 53 4MATIC Dynamic Plus. اسم كبير جدا تحس كود، مش مميز الصراحة، ولكن بيعرفك حاجتين مهمين جدا، إن دي دفع كلي للعجلات وإنها اس كلاس كهرباء، مش موديل متحول علشان يشتغل بالكهرباء، ولكن فيها روح الاس كلاس الفخمة بتتحرك هنا بالكهرباء. التصميم شبه الصابونة شوية الصراحة، ولكنه موفر كل حاجة محتاجاها من انسيابية وخطوط بتعكس ملامح فخمة لعربية لكجري ألماني. معامل السحب بيكون 0.23، حاجة قليلة جدا جدا، وده اللي بيخلي أرقامها أعلى من أي حاجة تانية في موديلات مرسيدس الكهرباء بالكامل. ال EQS بتنزل بمستويات مختلفة من القوة 300 و400 و500، وبتعلى لمستوى خارق عند قوة 760 حصان، الكلام ده في موديل ال 53 4MATIC بلس ده. والقوة دي بتكون خارجة من محركين كهرباء كبار واحد على كل محور عجلات، والكهرباء معروفة بالعزم السريع جدا وكمان العالي، بس هنا عالي قوي قوي بيكسر حدود ال 1000 نيوتن متر علشان تكون عزمها أقوى حتى من الرولز رويس كولينن. أنا مش عارف الصراحة ازاي قدروا يزودوا القوة بالشكل ده، تقريبا بتتضاعف عن النسخ الأقل المتاحة زي 450 وال 580.
وأرقام السرعة مش مبهرة شوية، يمكن لأن تسلا علت السقف قوي على المنافسين. وعموما منظومة الحركة الجبارة دي بتخدم في الأساس فكرة الرفاهية مش الأداء العالي الرياضي، فبنشوف تسارع ل 100 كيلو في 3 ثواني و4 أجزاء من الثانية، سرعة قصوى مقفولة إلكترونيا ب 250 كيلو في الساعة. مرسيدس دي عاملة زي ما تكون سفينة فضاء من جوه، متزودة بأكبر شاشة إنتاجية واخدة التابلو كله بتصميم جميل جدا حقيقي. مع إني مش بحب لا الكهرباء ولا الشاشات، إلا إن الموديل ده ملفت جدا. شفت العربية دي أكتر من مرة وركبتها، ولكن ما أعتقدش إن أعلى فئة اللي هي ب 760 حصان دي موجودة هنا في مصر أبدا. المركز التاني بيكون مع موديل جي تي من المستوى الأخير، اللي بتكون من موديل الجي تي 63 ولكن بنظام حركة هجين، المحرك القوي جدا اللي جبنا سيرته في بداية الفيديو، ال V8 4000 سي سي باي تيربو، اللي لوحده بيطلع 640 حصان. هنا زودوا معاه محرك كهرباء بيولد 200 حصان كمان، علشان يكون مجموع المنظومة المبالغ في قدراتها الحصانية دي بيكون 840 حصان، وعزم دوران 1470 نيوتن متر. عزمها بيكون أكبر من البوجاتي شيرون، فأرقام مرعبة جدا حقيقي لسيدان 4 أبواب. بنتكلم عن طيارة هنا من مرسيدس، مش مجرد موديل عادي. تسارعها ل 100 كيلو في ثانيتين و9 أجزاء، ولل 300 في 27 ثانية بس، والتوب سبيد ممكن يوصل ل 320 كيلو في الساعة. فنسخة مرسيدس بروح فيراري، حاجة كده زي ما تكون بالظبط روكت من بتوع برابوس بس خارجة من الشركة رسمي وستوك بأكتر من 800 حصان. الموديل ده بيكون اسمه جي تي 63 اس اي بريفورمانس. كلمة اي بريفورمانس دي هي اللي بتعبر عن زيادة المحرك الكهرباء، وده نظام قسم الاي ام جي طوروه في كذا سنة، وبعد ما بقى جاهز بكل قوته والأهم انه كمان اعتمادي، قرروا ينزلوه على كتير من موديلاتهم البريميوم ويعلوا أرقام أدائها وكمان في سعرها. شفناهم عملوا كده مع نسخة ال S63 موديل السنة دي، رزعوها محرك كهرباء ووصلتها ل 790 حصان. فلو لقيت كلمة E Performance دي في اسم الموديل أو شعارها موجود على جنب العربية، اعرف إنها متزودة بفولت عالي، وهيكون رقم الهورس باور حاجة مجنونة. خلينا بقى نروح للمركز الأول ونشوف الوحش اللي مرسيدس خرجت بيه عن السيطرة ووصلت لل1000 حصان من القوة الحصانية. جيجا هورس باور من ألمانيا، محدش عارف ازاي هي مسموحة للشوارع، بموديل ال AMG1 هايبر كار ألماني خارقة غريبة ومميزة في حاجات كتير جدا، كفاية انها من مرسيدس الصراحة. وفكرة العربية دي لما اتعرضت لأول مرة في 2017 كانوا إن هم يحطوا منظومة حركة عربية فورمولا 1 بكل تفاصيلها في نسخة مسموحة للشوارع. فعقبات بقى وتحديات كتير خلت المشروع ده ياخد أكتر من 5 سنين قبل ما نشوف اختبارات قيادة رسمية ليها. وفعلا محركها بيكون شبيه جدا بنسخة مرسيدس لسباقات الفورمولا 1، ما كانش هو مع تعديلات للشارع طبعا. محركها V6 1600 سي سي، وعليه حاجة اسمها هايبريد اي تيربو، ده غير 4 محركات كهرباء لزوم القوة المفرطة طول الوقت. كل ده موجود مع كتلة من الأنظمة ووحدات توليد وتخزين الطاقة زيها زي اللي في عربيات الفورمولا فعلا. كل ده وصل القوة ل1000 حصان، 1063 بالظبط. فالمشروع اللي سموه رقم 1 أو البروجكت 1، بس ده كان اسم الكونسبت الأولي، وده كان الاسم اللي اعتمدوه وقت التطوير السنين الأولانية. لكن النسخ الإنتاجية اللي عددهم بس بيكون 275 عربية بيكونوا باسم AMG1. مرسيدس رقم 1 في قسم AMG، قسم الأداء الجبار اللي دايما بيتفوقوا على نفسهم بصراحة سنة ورا التانية، وسعر الواحدة منهم حاجة فلكية صراحة ب2.5 مليون دولار. وكده كده كل نسخة اتحجزت من البداية. فمرسيدس واجهت مشاكل تقنية كتيرة جدا، حتى في منها اللي ظهر بشكل تجاري بعد سنين كتير. فترة كورونا عطلت المشروع ده جامد جدا، ولكن النتيجة في النهاية الوحش اللي انت شايفه ده. مرسيدس فضائية هدفها اختراق الهواء لتسجيل سرعات مفيش أي مرسيدس تانية وصلت لها أبدا، وبيكون فيها أعلى 3 أرقام هتسمعهم رسمي من الشركة. عندك من سرعة 0 ل 300، ركز في الكلام بقى، لسرعة 300 بتقطعهم في يدوب 15 و6 أجزاء من الثانية، والسرعة القصوى للشيء ده بتكون 350 كيلو في الساعة. والرقم الثالث هو اللي احنا قلناه، الرقم الألفي، أكتر من 1000 حصان زي ما قلنا. فحقيقي مع الموديل ده بتشوف ماضي وحاضر ومستقبل مرسيدس، ومن غير أي تحيز بقى. واضح جدا إن مفيش علامة واحدة تقدر تنزل عربيات في كل الفئات اللي في الدنيا غير النجمة. المهم ان احنا هنتكلم عن الموديل ده في فيديو كبير هنا على القناة، وعن ليه اصلا المشروع ده توافق عليه بالرغم من التكلفة العالية جدا ليه.
في النهاية زي ما قلت لك في ضيف شرف نسخة قوية جدا جدا، ولكن كان في أحسن منها على القائمة دي، وهي الموديل الأقرب لقلبي ال SLS ولكن بالنسخة الكهرباء بالكامل، موديل ال SLS إلكتريك درايف. مرسيدس هنا بتكون ب 740 حصان، ودي ظهرت في 2012 حاجة كده من 10 سنين وأكتر، وطلعت مرة راس براس مع ال SLS الأصلية. اتعمل منها بس 9 نسخ، لكن الفكرة إنها قوية جدا، بنتكلم في 700 حصان متطالع كمان. وبس كده، اكتب لنا في الكومنتات ايه أكتر نسخة فعلا عجبتك من أسطول مرسيدس ده. سلام.